مرحبا بكم. اليوم حلقتنا الأولى باش نبداو فيها إن شاء الله. باش نحكيو فيها على الأداء جولات اليوم في بداية موسم الدوري الألماني خاصة على عيسى العيدوني والياس خيري. نبداو بعيسى العيدوني. اليوم أني شخصيا تفرجت فيه الماتش. من نجم نقولوا كان أداء جيد جيد جدا. قدموا ثقة في النفس، تمريرات صحيحة بنسبة 85%. تمريرات صحيحة. من أعز الملاعبية اللي قدموا أداء جيد في الكيب متاعو. الكيب متاعو ربحت 4-1، نتيجة عريضة. عد تمريرة حاسمة للهدف الثاني، توزيعة ممتازة جدا ورأسية ممتازة أيضا لزميله. دونك بداية موفقة وأداء يشرفنا احنا كتوانسة وكيما نعرف عيسى العيدوني في المنتخب التونسي قدم الإضافة، وإن شاء الله يواصل ويعطي أداء ما خير، خاصة قادم على شامبيونز ليج السنة، وإن شاء الله يقدم أداء ممتاز. وهلاش له الراو في المنتخبات الكبيرة أكثر وأكثر. نتعدى للياس خيري. تفرجت في لقطات أداء كالعادة جيد جدا. تمريرات صحيحة، لاعب سامبل مزيان، تاك تاك. هذا شنو ننتظروا منه معنا الياس خيري. صحيح كبداية موسم انتظرنا انه يمشي ليكيب ما اكبر كما قلنا الناس الكل. اما انتراخت فرانكفورت اوكي ماهيش تلعب الشامبيونز ليغ السنة، عندها جيست بطولتها والكاس متاعها. مي حسب مرة كايكيب ايكيب ممتازة وتلعب على البطولة، تلعب على الشامبيونز ليغ المراتب الاولى خاصة. وان شاء الله راهو في الشامبيونز ليغ العام الجاي. وعلاش لا في ايكيب ما اكبر، خاطر فريمون الياس خيري اوكي انتراخت فرانكفورت ايكيب قوية تتسمى في الدوري الالماني، اما نجم نراو ما خير ايكيبات ما اقوى في الدوري الالماني ولا في دوريات اخرى. واني بيرسونيلمون نحبه معناها كجوار باللعب نتاعو كل شيء، علاش لا ما يكونش في الدوري الانجليزي الممتاز في ايكيبات كبار. والحاصل هذا هو معناها على الياس وعيسى العيدوني. وان شاء الله ان شاء الله بداية موسم جيدة ويقدموا الإضافة أكثر وأكثر، وننتظروا من الجوالات الأخرين أداء ممتاز إن شاء الله.